لو نفسك تعملي الرز بلبن زي اللي انت شايفاه ده كده ولسه ما ظبطش معاكي، تعالي اتفرجي معايا على الفيديو كله بشويه تريكات وشويه حاجات بسيطه جدا هخليكي تطلعيه احلى من اللي بره واطعم وبوش، وهتطلعيه باحلى وش كمان. خليكي معايا وتعالي نشوف مقادير. هنا انا عندي كوبايه وربع من الرز، او كوبايه، يعني انا كوبايتي كانت صغيره، انتي كوبايتك العاديه تعوزي منها كوبايه واحده بس. هنا عندي علبه قشطه، وعندي نشا، اي نوع نشا انت بتفضليه، وعندي كيس كريم شانتيه، وعندي كيلو لبن بخيره، وكيلو ونص لبن جاموسي وهقولك هتعملي بيه ايه، وعندي كوبايه سكر وبكوين فانيليا. تعالي معايا، هاتي الرز بتاعك اغسليه تحت الحنفيه كويس جدا وبتصفيه مره والتانية عشان احنا عايزين النشا اللي فيه كله تنزل، وهتحطي عليه يا دوبك هتغطيه ميه بالظبط زي ما انا قايله لك كده، وهنروح نحطه على البوتاجاز. اختلف كتير قوي ناس، ان في يعني ناس كتير قوي بتقولك انا بسوي الرز بتاعي في لبن، وناس تانية تقولك لا انا ما بسويش الرز ضايع في لبن، وناس تقولك انا ما بحبش الرز بتاعي يستوي الا في لبن. ناس كتير قوي اتكلمت في موضوع سوى الرز باللبن وسوى الرز بالمية. عايزه اقولك يا ست البنات، انت لو لسه بتسوي الرز بلبن بتاعك في قلب اللبن نفسه هيهدر معاكي، بيهدر معاكي كميه لبن كبيره جدا. بصي يا ست البنات، الرزايه معاكي مش لو استوت في الرز او استوت في الميه هي اللي هتفرق معاكي وهتديكي الوش المكرمش. تركه بسيطه خالص بتعمليها هي اللي هتديكي الوش المكرمش وهقولك عليها في الاخر. هنا انا سويت الرزايه بتاعتي، كانت الرزايه استوت معايا على الاخر خالص، يعني تحطيش ما بتستعمل، يعني الخطوه دي ما بتدخليهاش على الرزايه الا لما بتلاقي الرزايه بتاعتك استوت منك خالص. علبة القشطة دي مش عايزة اقولك على طعمها، بتنقل معاكي الرزاية في حتة تانية خالص، بتخلي الرزاية كده حاجة جميلة جدا. بتبقى يعني انا عايزة اقولك ان انت لو خدتي معلقة رز كده دقتيها وانت واقفة هتحبي طعمه قبل اساسا ما تكملي بقية الوصفة بتاعتك. هنا طول ما انت واقفه بتقلبي القشطه في الرز بتاعك، بعد الرز بتاعك ما شرب ميه كلها وبعد ما الرزايه استوت بتقلبيها معاكي دقيقتين تلاتة كده بالظبط لحد ما بتبتدي تبقبق كده مع نفسها، تحسي ان الرزايه زي ما انت شايفه كده شربت من طعم القشطه بتاعك. هنا بعمل ايه تاني يا امنيه؟ هنا بتنزلي بكيس اللبن بخيره. ليه؟ عشان بتعززي طعم الرزايه اكتر، يعني انت عززتيها مره في القشطه بتاعتك وبتعززيها تاني ببقيه كيلو اللبن بتاعك، بتودي طعم الرزايه بتاعتك والله في حته تانية خالص خالص. ولا بيبان فيها طعم الميه، ولا بيبان انك مسويها في ميه، ولا اي حاجه خالص. علبه القشطه اللي احنا حطيناها دي علبه عاديه خالص موجوده في اي سوبر ماركت، موجود منها انواع بس احسن نوع انا جربته وعجبني طعمها في الاكل هي بتاعه الوادي دي. هنا بقى يا ست البنات، انا سبت الرز بتاعي ياخد غلوتين مع بعض وبتوطي عليه زي الشمع، زي ما انت شايفه كده. انا ما بخليش الرزايه تشرب مني اللبن، لا خلاص انا مش عايزه الخطوه دي تاني. انت خلاص خليتيها خدت ودت مع قلب الرزايه بتاعتك زي ما انت شايفه كده في قلب الحله، وخدت الغلوتين بتقومي موطيه العين، لا عاليه قوي ولا واطيه قوي. بصي قبل ما احط باقي المكونات بتاعتي، والله العظيم والله ما هتصدقي طعم الرزايه من حلاوتها. بصي الرزايه دايبه دايبه وشاربه من طعم القشطه وطعم كيس اللبن بخيره، وانت عارفه ان اللبن بخيره طعمه مختلف وطعمه حلو عن اللبن التاني. هنا بتحطي بعديها ايه يا امنيه؟ الخطوه اللي بعديها بتحطي كوبايه السكر بتاعتك. مش قليله يا امنيه كوبايه السكر؟ لا ما تخافيش، كوبايه السكر مش قليله خالص عشان احنا لسه عندنا كيس كريم شانتيه. بعد ما بتحطي الكوبايه السكر بتاعتك بتخليه تاخد غلوتين 3 على النار بالظبط، وبتحطي كيلو اللبن الجاموسي بتاعك. بتبداي طول ما انت واقفه تقلبي فيه، اوعي تفكري تقلبي بالمضرب. معلومة يا جماعة والله انا عملتها وندمت عليها، يعني انا كنت بقلب بالمضرب بتاعي، استنصحت كده، جيت في فترة استنصحت ان انا ما قلبتش الرزاية بتاعتي فحبيت اقلبها بالمضرب اليدوي بتاعنا عشان قال يعني ايه تفك. عايزة اقولك الرزاية اتكسرت والرز بلبن باظ وما بقاش رز بلبن اصلا. هنا بعد ما خدت بقى ودت في قلب اللبن الجاموسي اللي احنا حطيناه، بتحطي ايه تاني يا امنيه؟ بنحط كيس الكريم شانتيه. اوعي بقى هنا الخطوه بتاعتك، اوعي تدخلي بق ميه على الرز بتاعك، خلاص انت عززتي الرزايه وطعمتي الرزايه، ما تدخليش الميه بتاعتك خالص
اي نقطه ميه ما تدخلهاش تاني على الرز. طيب انا كنت قايله لك في اول الفيديو النص كيلو لبن، انا هقول لك تعملي بيه ايه. النص كيلو لبن ده بندوب فيه النشا وبندوب فيه كيس الكريم شانتيه، بتاخدي نصه هنا بتاخدي نصه هنا. النص احنا دوبناه مع كيس الكريم شانتيه زي ما انت شايفه، وحطيناها غلوتين 3 بالظبط، 3 بقى، وبتوطي عليها خالص عشان تاخد وتدي مع بعض كده لحد ما خلاص انا حسيت ان الرز بلبن بتاعي خلاص استكفى، وفي نفس الوقت ما قلتش من كمية اللبن بتاعي. يعني انا مش عايزة الرزاية تشرب اللبن، خلاص انا عايزة اللبن يكون موجود في قلب الرزاية بتاعتي. بتبدأي تدوبي النشا بتاعك في النص لبن التاني، وبتحطي معلقتين بمعلقتين، بكل شويه بنحط معلقتين ونقلب، بتحطي معلقتين وبتقلبي. ما تخليش الرز بلبن يمسك زياده عن اللزوم، يعني ما تخليهاش وانت بتحطي مثلا النشا تبصي تلاقي المعلقه تقلت قوي معاكي وانت بتقلبي الرز. لا مش عايزه كده خالص، انا عايزاها ماسكه وفي نفس الوقت تبقى سايبه. ما تخافيش هو هيمسك معاكي، يعني ما تحط على التلاجة ولما تهدى السخونيه اللي فيه هيمسك معاكي. الخطوه هنا مهمه، بتعملي ايه يا امنيه؟ بعد ما بنحط النشا انت كل ده موطيه على الرز شمعه، موطيه عليه، يعني ايه موطيه عليه خالص، معلقتين بمعلقتين بتبداي تحطي النشا بتاعتك. الخطوه بتاعه الوش المكرمش في الجميع الرز بلبن سببها هنا النشا لما بتبقى زيادة عن اللزوم ما بتديش فرصة للرز بتاعك انه يكرمش. عشان كده بقولك انا مش عايزة الرزاية بتاعتك تشرب اللبن كله، لا انا عايزة اللبن يكون موجود مع الرزاية، يعني ايه يكون موجود في قلب الحلقة وفي نفس الوقت مش ماسك بعضه. ما كتريش النشا زيادة عن اللزوم عشان تلاقي الوش بتاعك المكرمش الحلو اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده. طيب دي يعني بنسبة 50% اللي انا بقولك عليها او بنسبة 70%. بص شكل الرزاية هنا عاملة ازاي، والله طعم الرز بلبن هتلاقيه معاكي في حتة تانية خالص. طيب ايه هي المعلومة التانية يا امنية؟ المعلومة التانية ان بنسبة 50% التانية او 20% التانيين ان انتي بتغطي الرز بلبن بتاعك، بتغرفي الرز اللبن بتاعك، بتقلبي الرز كله وبتجيبي الرز في اللبن وبتغرفي في الاطباق بتاعتك، بتسيبي الرز بتاعك يهدى خالص وبعد كده بتحطيه على التلاجة. بتجيبي بقى الاسترتش بتاعك وتغطي الاطباق بتاعتك، او انت عندك العلب بتغرفيه فيها وبتغطي العلبة بتاعتك وبتحطيها في قلب التلاجة من جوه. والله العظيم والله هتاكلي طبق رز بلبن مش عايزه اقولك طعمه هيبقى عامل ازاي، طعمه كريمي ولا باين فيه طعم ميه ولا باين فيه اي حاجه خالص. والله هتاكلي حته طبق والله تحفه تحفه. بصي انا عايزه اقولك هنا انا ما كنتش حطيت الرز بتاعي في التلاجة، يعني شايفه القوام عامل ازاي كريمي، والرزايه مستويه وشاربه معايا، متعززه من القشطه ومتعززه من اللبن بتاعي. ولو عجبك الوصفه تنسينيش بلايك.